بكم. قطع المنتخب السعودي خطوة جديدة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 بعدما عاد من بانكوك فائزا على تايلاند ب3 أهداف دون رد في الجولة السادسة من المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية. محمد السهلاوي افتتح التسجيل للسعودية في الدقيقة 26 بعد تمريرة متقنة من نواف العابد، وقبل 6 دقائق من النهاية سجل كيسارات هدفا بالخطأ في مرمى فريقه. وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء سجل سلمان المؤشر الهدف الثالث للسعودية، ومعه أمن نقاط المباراة الثلاث والبقاء في صدارة المجموعة. حقق المنتخب السوري فوزا غاليا على نظيره الأوزبكي بهدف دون رد في المباراة التي جرت في ماليزيا. الهدف الوحيد جاء عبر ركلة جزاء احتسبت للمنتخب السوري قبل نهاية المباراة بدقيقة إثر عرقلة فراس الخطيب، انبار لها بنجاح عمر خريبين ليرتفع رصيد منتخب سوريا إلى 8 نقاط. حقق التصميم